تحت السماء الواسعة وعلى هذه الأرض الشاسعة يظن الإنسان أنه يتحكم في كل شيء، وتأتي قوة خفية لا يراها ولا يشعر بها إلا بعد أن تحدث أثرا مرعبا لا ينسى. قوة وصفها البعض بأنها جنود الله تجسيدا لمشيئته وإرادته. في الفيديو ده هنكتشف مع بعض الحقيقة الغامضة لجنود الله، وإزاي بتظهر فجأة بقوة بتهز العالم وبتغير مجرى التاريخ. هل هي مجرد ظواهر طبيعية ولا فيها تدخل إلهي؟ استعد معايا عزيزي المشاهد لرحلة مليانة أسرار وحكايات مرعبة. في بداية الكلام عن جنود الله لازم نرجع لأول ذكرى ليهم في النصوص الدينية. في القرآن الكريم في آيات بتتكلم على إنهم قوة غير مرئية بينفذوا أوامر ربنا وبيقوموا بمعاقبة الطغاة والظالمين. في سورة المدثر الآية رقم 31 اللي بتقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وده يعتبر دليل على ان جنود الله ممكن جدا يكونوا حاجات كتير، من ضمنها مثلا الكوارث الطبيعية والحشرات اللي بيستخدمهم ربنا لمعاقبة الامم اللي بتكفر بيه. التاريخ عزيزي المشاهد مليان بالامثلة اللي بتتكلم عن الكوارث الطبيعية كانت سبب في تدمير مدن وامبراطوريات. ومن الأمثلة دي زلزال لشبونة اللي حصل سنة 1755، كان من أقوى الزلازل اللي حصلت في التاريخ الحديث. عايز اقول لك ان الزلزال ده دمر مدينة لشبونة بالكامل، وكان ليه تأثير كبير جدا على الفكر الديني وقتها. بعض الناس فسروا ان الزلزال ده على انه غضب من ربنا، كمان اعتبروه جند من جنود الله اللي جايين لعقاب البشرية. كمان واحدة من اكتر الظواهر اللي بتعتبر من جنود الله هي انتشار الأوبئة والأمراض، زي عندك الطاعون الأسود اللي ضرب قارة أوروبا في القرن ال14. الطاعون ده قتل ملايين الناس وكان ليه تأثير عميق جدا على المجتمع الأوروبي، والبعض شاف ان الطاعون ده كان عقاب من ربنا للبشرية على خطاياها في نفس الوقت. بعض الروايات بتحكي ان الحشرات زي الجراد والبعوض كانوا جندي من جنود الله اللي بينشروا المرض وبيقتلوا آلاف الناس. الجراد عزيزي المشاهد كان ليه دور كبير في قصص من التاريخ الديني، زي قصة خروج بني إسرائيل من مصر. ربنا وقتها أرسل الجراد كواحدة من الضربات ال10 على مصر، والجراد ده كان بيدمر المحاصيل وبيهلك الأرض، وكأنه جيش مجهز من جنود ربنا اللي بيحققوا مشيئته. وبنفس الطريقة دي في العصور الوسطى الجراد كان سبب في مجاعات كبيرة، بعض الناس كانوا بيشوفوا فيه إشارة لغضب ربنا وعقابه. تعتبر الأعاصير والفيضانات هي كمان جند من جنود الله، ومن ضمن الأمثلة المشهورة هو إعصار كاترينا اللي ضرب الولايات المتحدة سنة 2005. الإعصار ده عزيزي المشاهد كان واحد من أقوى الأعاصير اللي ضربت البشرية في التاريخ، ودمر مدينة نيو أورلينز بالكامل. تعتبر ان الإعصار ده غضب من ربنا على اللي بيحصل وبيتم في المدينة من فساد وظلم. في العصر الحديث بقى شفنا ظهور لأوبئة جديدة كانت سبب في حالة من الرعب والفزع على مستوى العالم، زي عندك فيروس كورونا أو كوفيد 19 المستجد اللي انتشر في 2020. كان بمثابة جندي خفي وغير مرئي قلب العالم رأسا على عقب، والفيروس ده أدى لوفاة ملايين البشر، وكمان وقف عجلة الحياة في معظم دول العالم. تحس كده ان فيروس كورونا هو احد جنود الله اللي ارسله كنوع من العقاب او انذار للبشريه لتعيد التفكير في اسلوب حياتها، خصوصا مع تزايد الكوارث الطبيعيه وتغيير المناخ اللي بيهدد مستقبل الارض. الجدل بين التفسيرات العلميه والدينيه لجنود الله موجود من زمان. العلم بيحاول يفسر الظواهر الطبيعيه بشكل مادي وقائم على قوانين الفيزياء والكيمياء، في حين ان الدين بيدور على معاني اعمق وبيربط بين الاحداث دي وبين مشيئة الله. ومن الحاجات اللي عايزك تستفاد بيها وتفهمها في الفيديو ده اننا بنستعرض بعض التفسيرات العلمية للكوارث الطبيعية جنبا الى جنب مع التفسيرات الدينية. ده يخلينا عزيزي المشاهد نطرح سؤال مهم: هل ممكن يكون في توافق بين العلم والدين في تفسير الظواهر دي؟ جنود الله قوة غامضة لا نراها ولكن نشعر بأثرها في حياتنا. ممكن جدا تكون تفسيرات قديمة لظواهر طبيعية، أو ممكن تكون فعلا قوة إلهية بتتحكم في العالم. في النهاية واللي أكيد هو إن الظواهر دي بتفضل علامة فارقة في التاريخ، بترسم مصير البشر وبتفكرنا دايما بإننا مهما كانت قوتنا لسه في قوة أكبر بتتحكم في كل شيء. ولو وصلت لحد الدقيقة دي فشكرا ليك جدا على المشاهدة.
لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشرفوني بالاشتراك في القناة، لان في حاجات كتير بحضر لها انا واثق انها هتعجبكم. اشوفكم على خير. سلام.